تصور معايا الناس كلهم يقولوا لك بانك في جهنم، ويجيب الله سبحانه وتعالى واحد التوبه فيها واحد الجماليه ان الاسم ديالك سيخلد الى يوم القيامه، وان هذيك التوبه ديالك تكتب في الكتوبه. كاين دابا غنتكلموا في هذا الامر هذا على جوج الناس، وجوج من اشهر الشعراء في تاريخ الشعر العربي. كاين بيرام التونسي كان معروف عليه بانه رجل سكي، رجل النساء. واحد النهار ما بقاش شيبان، غير لقاوه مشى يلبي نداء الله سبحانه وتعالى، مشى يحج بيت الله الحرام في وسط الروضه الشريفه، غادي يلهمو ربي سبحانه وتعالى يكتب واحد الكلمات غنتهم ام كلثوم ولات بهم نجمه من النجوم. القلب يعشق كل جميل، نقولها بالمصريه، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل، وإن دام وصاله يوم ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم، لا يعاتب اللي يتوب ولا بطبعه اللوم، واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره، دعاني لبيته لحد باب بيته، ولما تجلالي بالدمع ناجيته، من أروع ما كتب في المناجاة محبة الله سبحانه وتعالى. تولي يقول كنت ابتعد عنه، وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني، طوعني يا عبدي طوعني أنا وحدي، مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي. كلمات رائعة تنم على أن الرجل قلبه محروق شوقا لله عز وجل، لأن كيقولوا المغاربة باش ما عمرتيه باش ما كيسرسل، باش يخرجوا لك هذه الكلمات وهذه العبارات معها العبارات، اكيد على ان التوبه صحات. هذا نموذج ديال انني ما نحكمش على المخلوق، لان علاقته بالخالق لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. كاين واحد اخر ابو نواس اللي كان معروف عليه انه شاعر الخمره معروف، وسبحان الله في اخر الحياه ديالو كتب له الله عز وجل واحد التوبه، واحد التعسيله. هذه في الحديث الشريف يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله إذا أحب عبدا عسله، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الجنازة ديالو سبحان الله العظيم كانت فيها واحد العبرة كبيرة، غادي يحضر فيها واحد من الأكابر ديال العلماء الأمة اللي هو سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الكلام بعدا اللي قال أبو نواس راه كلام تيخرج من الملة كاع، ولكن شوف ربي سبحانه وتعالى كيفاش كيتوب. من الاشعار ديالو انه كان تيقول داعي المساجد للعباد تسكنها، خلي عليك الجوامع العباد يسكنوا فيها، وطف بنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للذين سكروا ولكنه قال ويل للمصلين. لا اله الا الله. هنا قال لك هارون الرشيد كان غادي يقطع له راسو، ولكن هو غيدخل بواحد الطريقه عاوتاني ذكيه باش يفلت من العقاب. قال له يا امير المؤمنين الشعراء يقولون ما لا يفعلون، وعفى عليه. فاش مات ما بغاش يصلي عليه الشافعي، ولكن فاش كانوا كيغسلوه لقاو في الحوايج ديالو اولا تحت الراس ديالو واحد الرقعه مكتوب فيها واحد الابيات. انا سبحان الله حليت عليها ودني من نهار اللي بدات التلفازه بالبحر الابيض. يا ربي ان عظمت ذنوبي كثرة فقد علمت فلقد علمت بان عفوك اعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. شو سبحان الله العظيم، هذه الكلمات يلهج بها المسمعون. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. فاش كنسمعوها في شي مناسبة ديال السماع يتحفون بها المنشدين، كتحب لنا راه قالها شي واحد من، ولكن شوف سبحان الله العالي العظيم ربي كيفاش كيعظم الخلق ديالو. وحنا ماشي دورنا اننا نحكموا، دورنا اننا ندعيو الناس لله سبحانه وتعالى، ثم ندعيو الله عز وجل بالتوبه للجميع. قراها الامام الشافعي وبقى تيبكي وناض صلى عليه وجمع الناس كاملين عليه الصلاه. الخلاصه خلصوا راسك اللي كتشوف فيه اللي هو انا كنشوف راسي دابا في الكاميرا. حكم على راسك وقول أنا شنو حالتي مع سيدي ربي سبحانه وتعالى، والخلق خليهم لخالقهم فهو أرحم الراحمين، أرحم من الأم برضيعها سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.